بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. انا من النهارده بقى فراخ مشوية كده بطريقة جميلة وبسيطة، وهعمل لكم خلطة رهيبة الصراحة. جبت هنا كلها كده في الخلاط، جبت 4 طماطميات و4 بصلات كبار وفلفلاية خضرا، حطيتهم كده في الخلاط. وعملت عصير 4 ليمونات حطيتهم برضو عليه، وتلتين كوباية من الزيت، يعني تلت وتلت. طبعا دول هيسهلوا طبعا ضرب الخلاط. هنحط بقى البهارات. حطيت هنا ملح وحطيت فلفل اسود. طبعا هنا ممكن اختياري، ممكن تضيفي اي بهارات انت عاوزاها. وحبهان، جبت حبهانية كده وفتحتها وحطيت اللي جواها، وضفت قرفة عشان الزفارة، وهضيف معلقة كبيرة من بهارات الفراخ. عايزة تضيفي اي بهارات تانية ضيفيها، بس هي كده تمام. وامسك بقى اضرب المكونات دي ضربة كويسة كده بدون اضافة اي مية ولا اي حاجة. هو الزيت والليمون اللي احنا حطيناه هيمشي الخلاط. وعشان اللون كده ضفت معلقة من البابريكا وهقلب الخليط تاني. ضربتهم كده تاني مع بعض. بعد كده بقى هنزل بيه طبعا على الفرخة. طبعا الفرخة مغسولة ومتنضفة كويس ومنقوعة في ليمون وعاملة المحلول بتاعها بملح وليمون وكده، وغسلاها غسلة كويسة. لو عندك معلقة طحينة كمان. طبعا الخليط كان كتير، مسكتها دعكت الفرخة دعكة حلوة من جوه ومن تحت الجلد وكلها. والخليط اللي بقى حبة حطيتهم في علبة كده، هبقى استخدمه مرة تانية ايه برضو في تتبيلة فراخ على السريع كده، تبقى جاهزة كده اطلعها اتبل الفراخ على طول. هقطع طبعا هنا بطاطس شرايح واقطع جزر شرايح. جبت اللي هي الازازة بتاعت الحاجة الساقعة دي، مليتها يعني سبت الربع اللي فوق فاضي، وحطها كده في نص الصينية بتاعت الألمونيا، وقمت حاطة الفرخة فوقيها. يعني زي ما انا بقول لكم الازازة الحتة الربع اللي فوق كده فاضي مفيهوش مية، الباقي فيه مية. وبقيت التتبيلة كده من الفرخة حطيت فيها البطاطس والجزر وقلبتهم تقليبة كويسة. وهبدأ احط البطاطس والجزر حوالين الفرخة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. واللي هيبقى برضو من التتبيلة كده حطيته على الفرخة كده من فوق، مسبتش ولا نقطة كده من التتبيلة، كله حطيته فوقيها. هسخن طبعا الفرن هعمله على اعلى درجة حرارة، ومحطها في النص. ما تخافوش الازازة ما فرقتش ولا حاجة، حاطه في النص على درجة عالية لمدة نص ساعة كده. وبعد كده ببدأ اوطي النار مثلا على درجة على حرارة 180 كده لمدة ساعة وربع. ساعة وربع ببدأ خلاص كل حاجة استوت، بقوم مولعة عليها الشواية تاخد لون، وابدأ بقى اطلعها. زي ما انتوا طلعتها كده بقوم رايحة مفضية المية من الازازة كده زي ما انتوا شايفين في الاول، واقوم مطلعة الازازة كده من النص بكل سهولة وبساطة مفيهاش اي حاجة. والبطاطس متهزاها كده ومدخلاها تاخد وش هي كمان. عملت جنبها ايه بقى؟ عملت جنبها رز مبهر كده، طعمه طبعا تحفة. لو كده بقى انزل لكم طريقته في فيديو تاني عشان مطولش عليكم. وحطيت الفرخة عليه كده بمنظر جميل، وزي ما انتوا شايفين بقى منظرها وطعمها والتتبيلة بتاع تحفة بجد. التتبيلة تحفة، حتى لو مش هتحطوها في ازازة كده زي ما انا حطيتها وتبلتوها ودخلتوها الفرن، جميلة اوي هتعجبكم. ولو وصلتوا لغاية هنا متنسوش لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وفي اخر الكلام هقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.